أحلى شوية مكرونة سباكيتي ممكن تعمليهم في أقل من نُص ساعة والله، وقُمنا عملنا الغدا. كمّلي الفيديو معايا للآخر واعملي متابعة القناة ودوسي لايك، ربنا يكبر بخاطرك وينولك كل اللي في بالك. يالّا هتعمل متابعة القناة. بعد ما طبعًا جبنا كيسين مكرونة علّقنا على المَيّة وهنعمل الصلصة كمان جنبنا. علّقي على مَيّة السليق، حطّي في قلبها معلقة ملح بس، ما تحطّيش زيت في مَيّة السليق. هاقول لِك ليه، عشان الصلصة تمسك في المكرونة. لو حطيتِ زيت في مَيّة السليق الصلصة بتلاقي المكرونية ما بتمسكش فيها الصلصة كده. علّقنا على المَيّة بتاعتنا وحطينا فيها المكرونة ونسيبها بقى. طبعًا بما إن الطماطم اليومين دول غالية، وإحنا طبعًا على خالي ما عندناش ولا كيس صلصة اليومين دول، فهنحط شوية طماطم وهنحط برطمان صلصة كمان معانا كان عندنا أصلًا. فرمنا كام طماطماية صلصة المكرونة لازمًا تتصفى ما ينفعش أحطها بقشرها مش زي بتاعة المحشي. حطينا الصلصة اللي إحنا حطيناها بتاعتنا بتاعة الطماطم بعد ما الزيت والسمنة ساحوا، حطيت طبعًا برطمان الصلصة كله عشان أنا عاملة مكرونة كتير، فعشان يبقى حلوة كده وحمرا وحلوة. طبعًا الصلصة أصلًا بتبقى متسبكة جاهزة، هتاخد غلوة واحدة بس وأقوم طافية عليها. بُصّي بهّري بقى بالحلو اللي أنتِ بتحطّيه بقى، أي بهارات اللي أنتِ بتحبّيها، طبعًا ملح أساسي، حطّي مكعبين مرقة دجاج، حطّي فلفل، حطّي كمون، عايزة تحطّي بصل باودر، عايزة تحطّي توم باودر، عايزة تحطّي شطة، عايزة تحطّي بابريكا، اللي عايزة تحطّيه حطّيه. الأكل بالذات يا جماعة ما بيثبتش على طريقة معيّنة، الأكل بالذات على حسب ما أنتِ بتحبّيه حطّي فيه. شُفت ناس بتعمل المكرونة توم على فكرة الأول، وشُفت ناس برضه بتعملها بالبصل، يعني الطريقة اللي أنا عن نفسي باحب أعملها صلصة بس. جرّبي الطريقة دي وهتدعي لي. طبعًا الصلصة عندي كانت اتسبكت، هابدأ إن أنا أحط المكرونة بتاعتي، وابدئي إن أنتِ قلّبيها بقى، شوفي مفرفرة وجميلة إزاي. يقولوا لِك الزيت بيخلّيهاش تمسك في بعضها، لأ هي المكرونة لمّا بتبقى نوعها حلو ما بتمسكش في بعضها. شايفين الجمال، يامي يامي يعني جماعة. عايزة أقول لكم إن أنا أصلًا ما باحبش الاسباجيتي قد كده، بس أنا كمان ولادي بيحبوها، وطبعًا في ناس كتير طبعًا عارفين إن ولادهم كلّها بيحبوها، فأنا باضطر إن أنا أعملها. أنا طبعًا شوية بطاطس مسلوقين بقى هنحمّرهم، أنا باحب أدّي البطاطساية تَكّة كده على إيدي، عشان تبقى كلّها من جوّه مقرمشة ومحرفشة كده وجميلة زي الشيبسي كده، ما تبقاش من برّه حمرا ومن جوّه بيضا. جرّبي بس الطريقة دي وهتعجبِك. شايفين عاملة إزاي؟ والله العظيم شيبسي. شايفين الجمال؟ طبعًا إحنا خلّصنا والله العظيم نُص ساعة دخلت المطبخ كان كل الأكل خلص، وسلقنا لكل واحد بيضة. يالّا تعالوا اتغدوا معانا. شايفين الجمال؟ شايفين العظمة؟ وعملنا وجبة في نُص ساعة وما كلفتناش كتير برضه. شايفين الحلويات دي؟ طبعًا الدنيا بتشتي برّه وإحنا بناكل مكرونة موحوحة جوّه. يالّا تعالوا اتغدوا معانا.